تخيل تكون عايش حياتك كئيب وبعيد عن البنات، بس بتلاقي بنت وتقول بس هي دي، بس بتقرر انك تكمل في انك تكون سيجما بوي وتنساها وتروح معبد علشان تشتغل فيه. بس الصدمة انك بتلاقي البنت دي بتشتغل فيه هي كمان، ومش بس كده، دي معاها كمان 5 بنات. والصدمة الاكبر انك تبقى مضطر تعيش فيه بقية حياتك، فهتتصرف وقتها ازاي؟ ده اللي هنعرفه في ملخص النهاردة. بيبدأ الانمي مع كادو اللي لما يفتكر لما كان صغير وابوه قال له ان الواحد ما ينفعش يعيش لوحده ولازم يبقى عنده صحاب كتير وكمان حبايب اكتر، والكلام ده وهو عنده 5 سنين كان عاجبه جدا. لكن لما كبر قرر يعمل العكس تماما، بقى مش عايز يبص للبنات اصلا ويفكر نفسه دايما انه ما يقابلش اي ستات، وكل الناس فاكره انه زي ابوه نسوانجي، لكنه حلف انه يفضل اعزب طول عمره. لحد ما في ليله وهو راجع البيت خبط في بنت، والاول مره يحس بانجذاب لواحده، لكن الفلحوص صاحبنا هرب منها على طول. بس حتى وهو في سريره ما قدرش يوقف تفكير فيها، ويقول انه بيتمنى يشوفها تاني ولو لمره. وتاني يوم حس ان رغباته صحيت، فقرر ينحرف ويروح سهرة تعارف مع اصحابه وشرب طول الليل، وقعد يراقب البنات وهم بيتمرنوا. ومن هنا حياته كلها اتقلبت، خسر شغله وبقى يسقط في المدرسة، وكل ده علشان عقله مشغول بالبنات. طريق الحرام ما بيدومش برضه، لكنه قرر يتوب وياخد القرار الصح، وهو انه يبقى راهب. وعمه شجعه وقدر يدخله المعبد. بس لما وصل المعبد وهو لابس لبس الرهبان فتح باب المعبد، والصدمة انه لقى نفس البنت اللي حبها من اول نظرة، فاتصدم يا عيني وفكر ان ده مجرد وهم من خياله. والاسوأ انها افتكرته راهب، فدخلت تغير هدومها، ولما رجعت عرفت عن نفسها وقالت ان اسمها يوزوكي، فحاول يهرب منها لكن البنت جريت وراه، ولما مسكته ما قدرش يستحمل يا عيني وعرض عليها الجواز. وبعدها لما يهدى يوزوكي دخلته يشرب شاي وحكت له ان الكاهن الكبير مش موجود وانه هيجي بكره. فساعتها كادو افتكر ان حصل سوء تفاهم بينه وبين عمه، وفجأة سألته ايه اهتماماته، فهرب منها تاني على الجنينة لانه افتكر ان ده اول اختبار قبول انه يكون كاهن، وهيفشل فيه لانه عرض عليها الجواز. بس لما يمشي بيلاقي قطة محبوسة في بير، فنزل عشان يساعدها. وفي الوقت ده يوزوكي اتصلت بالكاهنة اللي اسمها كيكي وقالت لها ان الراجل اللي اختاروه علشان الجواز وصل قبل ميعاده بيوم، وهي مش عارفة تتصرف، وطلبت منها ترجع المعبد بسرعة. بس كيكي تقول لها انها قاعدة مع الشخص اللي هيجوزها اصلا. فالدم نشف على روق يوزوكي وقالت ان اكيد ده جاي يقتلها زي افلام الرعب. وفي اللحظة دي ظهرت بنت تانية اسمها سوكيو، فيوزوكي تقول لها ان في قاتل متسلسل هنا، والاسوأ ان كانوا دخل تاني وهو مصاب جامد بعد ما وقع في البير. فالبنات اتخضوا وضربوه وطلعوا يجروا، فراح جاري وراهم هو كمان. والبنت اللي كانت في الطرقة ومعاها القطة كان هيغمى عليها من كتر الرعب. وفي الوقت ده في أوضة تانية بيكون في بنتين اسمهم كيرا وميا وكانوا بيرسموا، وميا خرجت تعاتب البنات عشان دوشتهم، بس بالغلط خبطت في كادو. وبعدها كادو وصل أخيرا لمكان يوزوكي وسيكيو وحاول يشرح لهم اللي حصل، بس يوزوكي افتكرته قاتل متسلسل وفضلت تضربه لحد ما أغمى عليه. وبعدها كيكي رجعت وقالت لهم إن كل ده كان سوء تفاهم من عم كادو اللي سجل ابن أخوه في المعبد من غير ما يعرف إنه بقى دلوقتي دير الراهبات. وكيكي اقترحت انه يفضل في الدير ويتدرب كراهب لانها عجبها فكره ان في راجل يشتغل ببلاش، بس هو مش بيكون عايز ويمشي. وراح الموقف بس بيتضايق لما شاف ان الاتوبيسات وقفت علشان الدنيا بقت ليل. وفجاه ظهرت يوزوكي وراه واقترحت عليه بات في الدير النهارده لحد بكره والاتوبيسات تيجي، ورغم انه رفض قعدت جنبه تتكلم معاه وسالته ازاي طلب يتجوزها. وهما اتقابلوا مرتين بس، فوشه بقى زي الطماطم، ويقول ان دي اول مرة يكلم بنت في حياته. وبعدها كل واحد عرف عن نفسه، بس اول ما سمعت اسمه بالكامل رجعته المعبد، وطلع ان ابو كادو كان سارق فلوس كتير من المعبد. فيوزوكي قالت انه هيدفع بجسمه، فالبنات اتصدموا من قلة ادبها. فيوزوكي تقول لهم بطلوا غباء وان اصدقوا انه هيشتغل ببلاش عشان نسدد الدين. وبعدها خدت كادو توريه المعبد، والبنات اتضايقوا لما شافوهم بقوا قريبين من بعض وقرروا يتحربقوا ويبعدوهم عن بعض. وساعتها كيكا قالت لهم ان واحده منهم تروح تستغله في الطلبات لحد ما يزهق ويمشي، وبيتفقوا
كلهم ان سوكيو هي اللي هتعمل كده. وتاني يوم كادو صحى الفجر علشان ينظف المعبد ويحضر الفطار للبنات، بس يوزوكي برضه صحت في نفس الوقت. وكادو من كتر توتره كان هيعمل حريقة في البيت. وسوكيو تبدأ يومها بالخطة بتاعتهم، وانها تحاول تستغل كادو على قد ما تقدر، وفعلا بتنجح في ثواني علشان العبيط مش هيقدر يرفض لهم طلب بعد اللي ابوه عمله، وبكلمة واحدة منها بتخليه يعمل كل الشغل اللي تأمره بيه. بس المشكلة انه بيعمل كل حاجة بإتقان، فاضطرت تخليه يلبس شغل خفيف وتقول له انه لازم يبدأ تدريب كراهب، وبتطلعه بره وترش عليه مية بالخرطوم وتقول له ان التدريب ده مهم جدا، وبيكون حرفيا ميت من التلج. بس لما شاف يوزوكي بلبس المدرسة كل البرد اللي فيه راح. وبعدها سوكيو قررت تبدأ خطتها التانية، وبعتت رسالة ليوزوكي تقول لها تروح الحمام بعد 5 دقايق. ودخلت الحمام وهي عارفة ان كادو جوه، وكانت مخططة ان يوزوكي تشوفهم مع بعض. بس الخطة اتقلبت عليها لما اتلخبطت ووقعت وهو وقع معاها، والأسوأ ان لقى نفسه قريب منها بزيادة عن اللزوم. وفي اللحظة دي يوزوكي دخلت وشافتهم، فسوكيو تبدأ تتأسف، بس يوزوكي تقول لها تطلع بره. وطول اليوم يوزوكي كانت بتتجنب سوكيو لانها كل ما تشوفها تفتكر اللي حصل، وقالت انها كانت عارفه خطتها من الاول. وسوكيو حست بالذنب انها السبب في كل اللي حصل، وكانت عايزه تعتذر لكادو لكنه كان خلاص ساب المعبد. ولسوء حظه شقته القديمه كانت اتأجرت وصاحب المكان رمى حاجته فبقى من غير سكن. وبعدين يوزوكي لقيته عايش في كرتونه تحت الكوبري، وبدأت تزعقله علشان مشي، لكن هو يقول لها تمشي وتسيبه. بس هي ما بطلتش زعيق علشان ما بيعتمدش على حد، وقالت له ان مفيش حد يقدر يعيش لوحده، وقالت له يرجع المعبد. ومش بس كده، سوكيو كمان جات علشان تعتذر له. ولما وصلوا المعبد ميا اغمى عليها لما شافت كادو لانها كانت فاكره انهم خلاص خلصوا منه. وبعدها كادو بدأ يحضر العشاء، والبنت صاحبه القطه اللي بتكون اسمها سارة تساعده وتقول له ان يوزوكي غبيه وملهاش لازمه. بس كادو بيكون سرحان في خياله ويقول انه عايز يتعرف عليها اكتر. بس سارة سمعته واتهمته انه بيفكر في حاجات غلط، وهو على طول انكر، لكنها قالت له ان ده مش غلط لانه بشر، وحتى الاله بتاعهم كان عنده اولاد، استغفر الله طبعا. وسارة تكمل ان يوزوكي كانت مختلفة عن كده، كأن في جزء منها ناقص، وان هو السبب في رجوع الجزء ده منها، فشكرها. وتاني يوم ميا قالت انها تمسك هي موضوع كادو، واقترحت كل حاجة على الكل وفاجئتهم بالفكرة. وبعدها يوزوكي وسيكي وسارة مشوا من المعبد علشان يعملوا كام حاجة كده، وميا تقول له انهم هيعملوا مبارزة سيوف ساموراي. ففي الاول ما خدهاش بجدية، لكن هي في الضربة التانية كانت هتأذيه بجد. فساعتها هو رمى السيف لانه مش عايز يجرحها، وحاول يوقف سيفها بايده، وميا ما قدرتش تتحمل الاحراج. وبكده كادو كسب المبارزة. وكيرا قالت ان ميا لازم تتعاقب، وورتها كتاب عقوبات قديم، وميا اختارت عقوبة صعبة جدا، لكن كادو قال انه عايز حاجة تانية ويشاور على الكتاب. بس ميا افتكرت انه بيشاور عليها فهربت منه. وفي الليل ميا راحت اوضته علشان تعتذر عن اللي حصل، بس يحصل سوء تفاهم بينهم وبتجري على اوضتها. فكادو راح اوضتها علشان يتكلم معاها، بس كيرا قفلت عليهم الباب وفضلوا محبوسين. ويقول لها انه اتفاجئ لما شافها جريئة كده معاه، فتقول له انها في الحقيقة كده، لكن جات اليابان عشان تغير شخصيتها، وانها وهي صغيرة امها كانت بتقول لها لازم يكون عندها حبايب كتير زيها. وفجأة كادو بدأ يعيط وقال لها انه في نفس الموقف، وميا افتكرت ان ده نصيبهم. وفي اللحظة دي كيرا فتحت الباب وقالت انها عندها العقوبة المثالية ليهم. وتاني يوم يوزوكي اتعصبت لما شافت كادو مع ميا، فقررت تعاقبه علشان يتوب. وبعدها كيكي فكرت يوزوكي ان ميعاد مقابلة جوازها النهاردة، فتوترت جدا لانها كانت ناسية وكمان متأخرة. فكادو جري معاها لمحطة الاتوبيس، لكن الاتوبيس كان مشي. ولما شاف ان الموضوع مهم ليها، اول حاجة عملها انه جاب موتوسيكل يوصلها، وبعدها ركبوا عربية نقل عشان يقربوا من مكان المقابلة، وهو كمان ساعتها تلبس الفستان المناسب. وبعد ما لبست كادو سرق العربية ووصل يوزوكي للمعبد اللي هتقابل فيه العريس، لكن راهبة شافت لبسه وفكرته راهب في المعبد وخلته يشتغل. وفي نفس الوقت يوزوكي قابلت هون العريس اللي مفروض تتجوزه، وهو اتفاجئ لما لقاها صغيرة وهي حكت له عن اللي حصل في المعبد، لكنها اتشتتت لما
شافت كادو بيشتغل، فكادو فاهم انه عامل ليها توتر، فراح يشتغل في حتة تانية. بس الراهبة تقوله ان الخطبة بتاعتهم تعبانة وهو اللي هيعوض مكانها. فكادو فهم ان الخطوبة دي مهمة ليوزوكي، فقرر يلعب دور راهب الجواز بإخلاص، وبدأ يسأل هون بيحب يقضي وقته ازاي. ومع كل إجابة كادو كان بيتخيل نفسه هو يوزوكي، لحد ما وقع من الصدمة لما هون قال انه عايز يخلف 10 عيال، وقال لها انه عارف من الاول ان كادو صاحبها. ويوزوكي افتكرت انها من وهي صغيره اتعلمت ما تكذبش، فاعترفت له انها مش ناويه تتجوز، هي بس عايزه تبقى مخطوبه 3 سنين لحد ما تبقى راهبه وتمسك المعبد. لكن هون بدا يعدلها اسباب ان المعبد لازم يتقفل، فكادو سمع الكلام وطلب منه يساعدهم. وهون وضح ان لو المعبد اتقفل ديونه هتتلغي، لكن كادو قال ان المعبد ويوزوكي انقذوه مرتين. فهون اخد الموضوع بجد وقال ان رعايه المعبد حاجة صعبة، بس كادو أكد إنه هيقف جنب يوزوكي. فساعتها هون خلاه يحلف إنه يساعدها ويقف معاها في المرض والصحة ويبني معاها عيلة سعيدة. وكادو حلف من قلبه، وبعدها هون مشي، والراهبة توبخه لأنه كان المفروض يقنع يوزوكي تقفل المعبد. وفي الوقت ده يوزوكي وكادو اتزنقوا ومش عارفين يرجعوا المعبد عشان فاتهم الأتوبيس والقطر ومفيش تاكسيات حاليا، وكمان الموبايلات فصلت شحن، فاضطروا يقضوا الليلة في أوضة فندق حب. وكادو حاول يفضل هادي، بس يوزوكي بدأت تتحمس وتشوف كل حاجة اللي الغرفة بتقدمها للحبايب. وتاني يوم وهم رايحين المدرسة سوكيو تقول ليوزوكي انه لازم محدش يعرف ان كادو ساكن عندهم في المعبد، وده علشان سمعتهم. لكن كانت متأخرة شوية. سوكيو اصحابها قالوا لها ان في اشاعة ان عندها حبيب، لانهم شافوها بتبوس واحد لابس لبس راهب تحت الكوبري، وهي من غير قصد قالت انها ما بستهوش اصلا، وبسبب غبائها الاشاعة اتأكدت. والخبر انتشر في الفصل كله، والاسوأ انها نسيت علبة الاكل، وكادو جه المدرسة عشان يسلمها لها، فحطت كيس على راسها وعملت له حركة خلته يغمى عليه بسرعة علشان محدش يشوفهم سوا. ولما كادو فاق لقى نفسه في العيادة، فسوكيو تقول له لازم يمشي اول ما حصة الالعاب تخلص علشان محدش يشوفه. بس في اللحظة دي اصحابها دخلوا العيادة، فخبته بسرعة عشان محدش يشوفه. فاصحابها يسألوها ليه ما بترجعش النادي الرماية، فتقول لهم انها محتاجة استراحة. وبعد ما مشيوا كادو قال لها انه هيتم بكل شغل المعبد علشان تقدر ترجع النادي. وفي الليل سوكيو افتكرت انها انضمت لنادي الرماية عشان كانت عايزة تصاحب يوزوكي، بس يوزوكي سابته عشان تعتني بالمعبد، فسوكيو سابت النادي هي كمان. وتاني يوم الصبح يوزوكي علمت كادو ازاي يستخدم القوس والسهم، وتقول انها كانت رمية في نادي الرماية زمان. وبعدها راح يكلم سوكيو، ورغم انها كانت متضايقة يقول لها انه خلص كل شغل المعبد عشان يبقى عندها وقت تروح النادي. وبعدها خرجت تتمشى عشان تصفي دماغها، ومن غير ما تاخد بالها لقت نفسها وصلت لنادي الرماية، وافتكرت الايام الحلوة، لكنها ما لاحظتش ان كادو كان ماشي وراها. فلما شافته جريت عشان محدش يشوفهم مع بعض، وراحوا للنهر، وتعترف له انها سابت النادي عشان هي حاسه بالذنب بسبب وضع يوزوكي اللي اضطرت تسيب النادي عشان المعبد، وانها زعلانه جدا عشانها. فكادو رجعها المعبد ويقول لها انها غلطانه. ولما وصلوا لقى يوزوكي معاها القوس، وبيشوفوا انها فاضله جدا فيه، وعلشان كده سابته. وتقول له ان عجبها ليوزوكي عماها وخلاها فاكره انها شاطره في الرمايه. وفوق ده يوزوكي تقول لها انها مبسوطه وهي ماسكه المعبد حتى لو الوضع صعب، ونصحتها تعمل اللي هي عايزاه من غير ما تشيل هم مشاكل العيله. وفي الليل سوكيو تقول لكادو انها قررت ترجع لنادي الرمايه، وسالته ليه بيساعدها، فرد انه بسبب سمعه ابوه، كان في حاجات كتيره مش بيقدر يعملها ومش عايز حد تاني يمر بنفس التجربه. وتاني يوم سوكيو نسيت علبه اكلها عن قصد، فكادو راح يسلمها لها في نادي الرماية. واصحاب سوكيو يفتكروا انه حبيبها، لكنها بتقول انه من العيلة، وده بيبسطه جدا. وبعد ايام يوزوكي وزنت نفسها وما صدقتش الرقم، فتقول للبنات الميزان ده في حاجة غلط، والبنات صدقوها لانهم لما وزنوا نفسهم النتائج كانت وحشة. بس بيكتشفوا انه من وقت ما كادو وصلوا وهم بياكلوا كتير، لان طعم اكله لذيذ جدا، فقرروا يبداوا يعملوا تمارين عشان يخسوا شوية. وتاني يوم بدأوا التمارين وتعبوا بسرعة، فاتكسفوا يطلبوا من كادو يطبخ لهم اكل خاص بالتمارين. بس سارة فاجئتهم وتقول انها بتحب اكله وبتتمنى انه ما يسيبش المعبد ابدا، وتقترح ان واحدة فيهم تتجوزه عشان يفضل في المعبد طول عمره. وفجأة دخل كادو الأوضة ومعاه حلويات، وطبعا محدش قدر يقاوم ويقول لأ. وفي نفس الليلة سارة كتبت في مذكراتها عن كادو وعن ازاي المعبد بقى احسن من يوم ما جه، وكانت بتسأل نفسها لو ممكن يستناها لحد ما تكبر علشان يتجوزوا.
وتاني يوم يوزوكي طلبت من كادو يحط لها فجل في اكلها، ولما شافها متضايقه قرر يطبخ احلى اكل عمله لحد دلوقتي، بس هي بتاكله بوش جامد، فكادو اتضايق وفكر انها ما بقتش بتحب اكل. بعدين كادو شاف يوزوكي مع كيكي وهي بتتدرب عشان تبقى رئيسة المعبد، وعلشان كده كانت بتاكل الفجل بجدية ووشها جامد، وده ريحه جدا. فكيكي عرضت عليه انها تدربه وهو وافق، وده فرح يوزوكي جدا. وفجأة ميا دخلت واقترحت انه يتدرب علشان يبقى راهب، وكيكي وافقت، لكن قالت ان الاول لازم يتدرب على التودو، والتدريب هو اللي بيديهم الحق يبقوا رهبان، لانهم دلوقتي مجرد ناس عايشين في المعبد. فالكلام ده كسر كادو لانه كان فاكر نفسه راهب اصلا، ولما عرف انه ولد عادي بدأ يخاف ان رغباته تتحرر. بس يوزوكي ظهرت وتقول ان الرغبة في الوصول للتنوير هي اول خطوة، وانه كده ماشي في الطريق الصح، وكملت تدريبها. وبعدين كيكي تقول له ان يوزوكي بتعمل تدريب اصعب عشان تحقق نتيجة سنين في 6 شهور، وده حرك مشاعر كادو، وقال ليوزوكي انه هيدخل نفس التدريب معاها. ومرة واحدة هون وصل المعبد وطلب يتكلم مع كيكي ويوزوكي وكادو لوحدهم، وقال لكيكي انه لو كادو ما بدأش تدريب التودو خلال 3 شهور هيقطع خطوبتهم. وفعلا كادو بدأ يتدرب تدريب التودو، وكان أشد من أي حاجة تانية، وأول شرط إنهم ما يلبسوش ألوان علشان كل حاجة تبقى متواضعة، وبعد كده لازم يتأملوا ويتواصلوا مع الهوا، واللي كان أحسن وقت الكادو لأنه كان مستني النوع ده من التدريب من أول ما جه. وقتها بيجي نسخ المخطوطات اللي كادو افتكر إن نسخها هيكون سهل، بس مش بيبطل غلطات، ويوزوكي فضلت تضربه. وفي الليل كادو وميا اعتذروا ليوزوكي عشان كانوا بيعطلوها، ويقولوا لها انهم اشتروا لها لبس كهدية. بس تدريب الليل برضه ما كانش سهل، لان كيكا قالت لهم ان التلاتة لازم يناموا على حصير واحد مع بعض، فمحدش فيهم قدر ينام حتى لو كانوا ملفوفين في البطاطين منفصلة. وتاني يوم كيكا حبستهم في الساونا وتقول لهم انهم لازم يطوروا من مقاومتهم للطقوس المختلفة، وان ده هو الطريق الوحيد. فكادو حس انه عايش في النعيم والجحيم في نفس الوقت. بس البنات شجعوه يكمل التدريب، وعلشان يلهي نفسه بدأ يتكلم مع ميا على كل اللي عملوه لحد دلوقتي. وبعدها حسوا بالكسوف لانهم بيبقوا في الطريق ليوزوكي اللي تقول لهم انهم مش بيعطلوها خالص، مع انها بتكون متضايقه وغيرانه لما تشوفه بيتكلم مع ميا. وبعد كده كيكي سألتهم لو اتكلموا عن اسرارهم، وتقول ان الشخص اللي بيقول ان ما عندوش اسرار هو اكتر واحد عنده عقل مشغول بيه. فساعتها كادو وميا فضلوا يبصوا على يوزوكي وهم مصدومين. وبعد كام ساعة كيكي تقول لهم إن وقت الراحة أخيرا جه، وميا فرحت إنها هتروح تتكلم مع كيرا. أما كادو فما كانش عايز وقت فاضي لأنه افتكر إن النهاردة ليلة الكريسماس. ولما يوزوكي تسأله ليه خايف، يقول لها إن أبوه في ليلة الكريسماس كان بيتجنن وبيعزم كل حبيباته وبيسهروا سوا. فيوزوكي أخدته على المدينة عشان يقضوا اليوم سوا وينسى الكريسماس القديم، وكمان عشان يشتروا هدايا لحفلة الكريسماس. وراحوا لمحل بوزي، ويوزوكي وريت له انواع السبح البوزية اللي بيستخدموها في احتفالات الدودو، بس بتكون غالية جدا. تقول له انها تتمنى انها تقدر تشتريها، وصاحبة المحل بتكون من عيلة يوزوكي، وفكرتهم خطيبين وبدأت توريهم سبح الجواز والخطوبة، بس كده وضح انهم مش مرتبطين. وده لخبط صاحبة المحل لان يوزوكي كانت متشيكة ومكسوفة جدا. فيوزوكي اشترت حاجة صغيرة عشان تسكتها وخرجوا من المحل. وتاني يوم البنات اتكلموا عن ازاي كلهم اتغيروا من وقت ما كادو وصل، وبقوا مبسوطين انهم بطلوا فكرة طرده من المعبد. بس مش الكل كان شايف كده لان كيرا لسه عايزاه يمشي. وبعدها بيجي الكريسماس والبنات احتفلوا بيه، وكادو استغل الفرصة وعمل وليمة كبيرة علشان يشكرهم على كل اللي عملوه عشانه. وبعدها يوزوكي شرحت له انهم بيتبادلوا الهدايا عشوائي، فكادو بدأ يتوتر لانه كان جايب هدية مخصوص ليها. ففضل يقول لهم انه ما عندوش هدايا، وعرض عليهم اعضاء جسمه يبيعوها في السوق السوداء، بس كلهم بيطنشوه وبدأوا يفتحوا الهدايا، وكان كلها هدايا وضحك لحد ما كيرا قالت انها معاها تذاكر للكل علشان يروحوا الينابيع سوا. وبعدها يوزوكي وكادو بقى لوحدهم اخيرا، وتشكره انه رجع السعادة للمعبد، لان من ساعة ما ابوها مشي وامها راحت تبقى الكاهنة الرئيسية ما كانوش بيستمتعوا بالكريسماس. وهو كمان قال لها ان ده احلى كريسماس عدى عليه. واستغلوا انهم لوحدهم وطلعوا الهدايا، وطلع انهم هما الاتنين جايبين لبعض سبح كهدية. وبيتقال ان في المعابد البوذية لما بيتجوزوا بيبدلوا السبح بدل الخواتم، فساعتها وشهم بقى احمر جدا
بس كيكي تقطع اللحظة الجميلة دي وتقول لهم إن في مشكلة، وهي إن في مراسم هتتعمل في المعبد وفي تفتيش قريب، ولو التفتيش فشل المراسم ممكن تتلغي. فيوزوكي وكادو توتروا جدا لأن المعبد عنده مشاكل مادية، لدرجة إن التمثال الرئيسي متصلح بلزق رخيص. بس كيكي تقول لهم يروحوا لنبيع سوا عشان يرتاحوا قبل ما المشاكل تسيطر عليهم. ولما وصلوا لاحظوا إن صاحب المكان عيط من الفرحة لما شاف كيرا. وبعد كده كادو انفصل عن البنات عشان يغير هدومه وتقدم له مشروب ترحيب، لكن في الحقيقة كان عصير فيه منوم. بس الغريب إنه مش بيتفاعل معاه بنتيجة عكسية. وبعدين ودوه للينابيع، وفي الوقت ده البنات كانوا بيستمتعوا مع بعض واستغلوا إن كيرا مش موجودة وسألوا ميا عن كيرا، فتقول لهم إن كيرا كانت دايما جنبها من أيام الابتدائي. ولما قررت تيجي اليابان وتيجي في المعبد كيرا جت معاها برضه، ورغم إنها كتومة جدا إلا إنها عارفة إن عمرها ما هتخونها لأنها أعز صديقة ليها. وفي الناحية التانية كادو كان مستخبي ورا الشجر علشان اتاخد بالغلط لمكان البنات ومش عايز حد يشوفه أو يتهمه إنه بيتجسس. فكيرا دخلت وخدت بالها إنه مستخبي وتسأل البنات هيعملوا إيه لو كادو اتسلل عشان يتفرج عليهم، فقالوا إنهم أكيد هيتضايقوا جدا. فكيرا ولعتها نار وتقول إن دي هتكون كسرة ثقة كبيرة، بس البنات فكروا شوية وقالوا إن لو ده حصل هيسمعوه الأول. فكادو بدأ يعيط من الراحة وقرر يقول لهم اللي حصل ويعلن عن وجوده بكل وضوح. فالبنات وبخوه عن اللي حصل لكن سامحوه لأنه كان مستعد يعلن عن نفسه. وبعدها قرروا كلهم يرجعوا المعبد، بس كيرا حبت تفضل شوية وميرا قررت تفضل معاها. ولما كادو كان هيمشي كيرا أجبرته يفضل، وبعدها راح ياخد دش، بس كان مستغرب ليه جسمه نشيط كده. فكيرا قالت له إنها ممكن تساعده يهدى، بس هو حاول يبعدها عنه، بس هي ما استسلمتش وتحاول تقنعه بطريقتها، بس هو اتجنبها عشان ما يحطش نفسه في الوضع ده. ولما لقت محاولاتها ما نجحتش تقوله إنها مأجرة المكان ومدياه مشروب فيه منشط عشان يأثر عليه، فمش بيفهم السبب. فوضحت له إنها عايزاه يسيب المعبد لأنه بيعطل خطتها في إنها تخلي ميا ملكة إغراء اليابان، وخطتها إنها تخليها تتقرب من عدد كبير من الرجالة عشان ترفع اسم عيلة كريستوف. فيقول لها إن دي صاحبتها وده غلط، فهي تقول له ما يشغلش دماغه. ولما ميا دخلت وشافتهم كاجورا نومتها مغناطيسي هي وكادو. وبعدها كادو صحى لقى نفسه مربوط في كرسي، وكيرا تقول له إنها من عيلة بولدوين وعيلتها زي الكلب المطيع لعيلة كريستوف. فيقول لها إنها لازم تكون مخلصة لميا وتعمل اللي هي عايزاه حتى لو ضد رغبة عيلتها. بس كيرا تعرض عليه عرض ما يقدرش يرفضه، إنه لو ساب المعبد هتسدد ديونه وهتدفع تمن تصليح التمثال الرئيسي للمعبد. وتاني يوم كادو ما قدرش يوقف تفكير في عرض كيرا، لكنه حاول يركز في شغل اليوم. وبنات المعبد كانوا هيعملوا حلويات للزوار، وسارة تقول إن الحلويات اللي هيعملوها مقرفة جدا، بس كيرا تقول إن كتاب العقوبات بيقول إن الطريقة الصح إن البنات يلبسوا لبس أرانب. ولما فعلا يبدأوا يعملوا حلويات بالطريقة دي يوزوكي بتشوفهم وتتعصب لأنها افتكرت إن فكرة لبس البنات كانت من كادو. وبعدها كادو عمل شوربة عشان البرد الشديد وراح يدي طبق لكيكي اللي كانت بتتفرج على القمر، وتقول له هيعمل ايه لو يوزوكي مشيت لتودو. فكادو معرفش يرد. وبعد ايام البنات وكادو راحوا للمزار عشان يتمنوا تكون سنة جديدة كويسة، بس كادو خلوهم يلبسوا اقنعة ونضارات شمس عشان هو فاكر ان في منافسة بين المزارات والمعابد. بس يوزوكي تقول له ان الموضوع ما بقاش كده دلوقتي، والبنات كانوا بيتسلوا مع بعض. اما يوزوكي فقالت له انها بتتمنى يقدروا يتجمعوا كل سنة ويتمنوا يحموا المعبد. وساعتها كادو افتكر الاتفاق اللي عمله مع كيرا وجري يدور عليها. وفي نفس الوقت كيرا افتكرت ازاي بدأت صداقتها مع ميا، ولما شافت ان ميا كانت معارضة لفلسفة عيلتها قررت تستخدم معاها العكس النفسي وخلتها تهرب لليابان عشان تصحيها. لكن ميا طلبت منها تنهي اختبارها اللي بيشمل ان ميا توعد اكتر من 100 راجل ياباني. فكيرا بدأت تعدل صور لميا وهي مع رجالة وتبين انها بتوعدهم، لحد ما كادو وصل وخافت ان ميا تقع في حبه لان الحب ممنوع في عيلة كريستوف. وفي اللحظة دي كادو وصل وقال لكيرا انه رافض عرضها علشان الصورة الرئيسية للمعبد هي اول مشكلة، وكمان هو مش بيخطط يسيب المعبد لانه حلف انه دايما هيساند يوزوكي.
وفوق كده وعد انه هيكمل التدريب مع ميا. فساعتها كيرا اتعصبت لانها عارفة ان كادو بيحب يوزوكي وانهم في المستقبل هيكونوا مع بعض، وده هيكسر قلب ميا، فتبدأ تزعق فيه. وكادو يقول انها اول مرة يشوفها متعصبة كده، فكيرو زادت عصبيتها وضربته ومشيت بره. وبره ميا تقول للبنات ان يمكن كيرا تلاقي طريقة تكسب بيها فلوس لانها شخص يعتمد عليه جدا، وتحضنها. وتاني يوم يوزوكي تصحي كادو وتقول له انها هي وكيكي ماشيين، لكن ميا وكيرا فضلوا صاحيين، وده خوف كادو جدا، فراح يعمل الفطار. وكل مرة ميا تقول اسم كيرا كان بيترعش من الخوف، فميا قررت تساعدهم يبقوا اصحاب وقفلت عليهم في المخزن. وكيرا تقول له انها هتقول للبنات انه كان على علاقة بيها علشان يطردوه من المعبد، لكن كادو جري لأبعد ركن عنها وقال انه مش عاوز يبوظ صداقتهم. فهي افتكرت انه بيحاول يغازلها وقررت تعمل خطة جديدة، وهي انها تخلي كادو يقع في حب ميا وبعدين تاخده لعيلة كريستوف، ولما يشوفوا انه شبههم هتكون الخطة المثالية. وبعد ايام سوكيو صحيت وهي حاضنة سارة لانها كانت بتحلم بكادو، ونزلت على المطبخ ولقت كادو بيجهز الفطار مع ميا، فبدأت تسأل نفسها وتقول له هما من امتى بقوا قريبين بالشكل ده. وقتها كيرا بدأت توريهم فيديوهات لكادو وميا مع بعض، بس بتكون مصوراهم في الضلمة فتبان بطريقة غلط. وبعدها سوكيو نادت ميا علشان تسألها لو كانت بتحب كادو ولا لا، فميا تقول لها انه مجرد شريك تدريب بس مش اكتر، بس في الاخر تقول انها عايزة تقضي معاه باقي حياتها. وقتها كيرا كتفت ميا وسوكيو تتعصب جامد، فكيرا قالت ان شكلها غيرانة من علاقة ميا وكادو، بس ميا انكرت ان في علاقة اصلا، وسوكيو تقول ان في دليل وطلبت الكاميرا. وفي اللحظة دي كادو دخل وسارة جابت الكاميرا، ولما شافت الفيديو تقول ان مفيش حاجة باينة من الضلمة. وتاني يوم كادو كان قلقان من المصاريف اللي المعبد بيصرفها، وقرر يقلل الاكل على قد ما يقدر، بس لسوء حظه ما بقاش فيه رز وما بقاش فيه فلوس يشتروا بيه اصلا. وقتها يوزوكي تقول لهم ان ممكن يروحوا يجمعوا الجزية لان المعبد عنده شوية اراضي صغيرة والناس اللي ساكنة فيها بيدفعوا رز بدل الايجار. وميا ضحكت عليه لانها كانت قايله له المعلومة دي قبل كده وهو ما صدقهاش، فيوزوكي اخدتهم معاها لان زيارة السكان جزء من التدريب، بس اغلبهم قفلوا الباب في وشهم ورفضوا يديهم الرز لحد ما وصلوا عند ست رجلها مكسورة وقالت لهم ياخدوا اي كمية رز هم عايزينها. ولما يكونوا هناك يوزوكي وميا كانوا بيلعبوا مع عيال الست، وهي قالت لكادو انه لما كانت ام يوزوكي الكاهنة الرئيسية ما كانش في اي ساكن يتأخر عن دفع الجزية لانها كانت شخصية مخيفة، لكن من يوم ما راحت تعيش في المعبد الرئيسي السكان بقوا قلقانين. وفي نهاية اليوم الست ادتهم شنط رز كتير، ويوزوكي متعودة تشيل شنط كتير على ظهرها، وكادو افتكر ان اول مرة شافها كانت وهي شايلة شنط الرز. وبعد ايام كيكي تقول لهم انها كانت بتسأل عن تكلفة تصليح التمثال الرئيسي وانهم على الاقل محتاجين $500,000، فكادو يتصدم من الرقم، بس يوزوكي تقول له انها واثقة ان كل حاجة هتتحل. وفي الليل كادو قرر يدور على شغل نص يوم من غير ما البنات يعرفوا، لكنه احتاج موبايله، فراح أوضة يوزوكي عشان ياخده، بس اتفاجئ انها فتحت الباب ودخلته أوضتها، فطلب منها الموبايل، ولما عرفت انه عايزه علشان يدور على شغل نص يوم رفضت تديهوله لان المعبد مسؤوليتها هي، بس هو موافقش لانهم محتاجين فلوس كتير. فيوزوكي تقول انها مستعدة تشتغل 6 شغلانات في اليوم، بس كده يقول لها ان ده مستحيل لانه اشتغل شغلانات نص يوم طول حياته وعارف التعب بيكون ازاي. ومرة واحدة سوكيو دخلت عليهم، وفي نفس الوقت كانت يوزوكي بتزعق له وتقوله انها تقدر تعمل كل حاجة بنفسها، وسوكيو مش بتكون فاهمة اصلا هما ليه بيتخانقوا. وكادو خرج من الأوضة وهو بيطلب من سوكيو تخرج معاه بكرة، فسوكيو حاولت ما تفهمش كلامه بطريقة غلط، بس بالليل حلمت انها حبيبته وانهم قريبين جدا وهيتجوزوا. وتاني يوم سوكيو لبست وحطت ميك اب عشانه، لكن كادو قال لها انه عايزها تروح معاه تشتري موبايل خاص ليه، فسوكيو اتصدمت لما فهمت ان الموضوع مش خروجه ويعترف لها بحبه وكده. وفي محل البياع تقول لكادو انها ما تقدرش تديله خط السكن المشترك لانه سكيو قاصر، لكنها ممكن تديله خط الحبايب اللي ارخص وكمان بيسمح بارسال الملايين الرسائل ببلاش. وبعدها كادو شكر سوكيو على انها كانت معاه واشترى لها العصير اللي بتحبه، وهي كانت مكسوفه جدا لان البياعه افتكرتهم حبايب. وفي الاخر حاولت تجمع شجاعتها وتساله لو ينفع يخرجوا تاني مع بعض،
بس في آخر لحظة غيرت رأيها وطلبت بس ياخدوا أرقام بعض. وفي المعبد يقول لها إنها أول بنت ياخد رقمها من يوم ما البنات بدأوا يهربوا منه لما عرفوا مين أبوه. بس سوكيو بتكون سرحانة أصلا إنه هيفضل يكلمها على التليفون بالساعات ويبعت لها بقى رسائل حب ولفلفة. وفعلا في الليل بعت لها رسالة لكن عشان يشكرها على مساعدتها. وتاني يوم يوزوكي حاولت تمثل إنها ما شافتش كادو وسوكيو راجعين من خروجتهم، لكنها كانت عبيطة شوية، ولما حاول يكلمها جريت منه. فكيكي سألت كادو عن اللي بيحصل فشرح لها الموقف، وكيكي ارتاحت وطلبت منه ما ينساش هدفه. وفي اللحظة دي سارة تيجي وتقول لكيكي إن في حد جاي يطلب رايدن. فكيكي فرحت جدا وشرحت لكادو إن رايدن ده بيكون لما عيلة تحب تسيب المعبد وتشيل قبور قرايبهم، لكن في المقابل لازم يدفعوا غرامة. لكن لما كيكي وصلت للبوابة للأسف الشخص كان مشي، ويوزوكي قالت إنها ما خدتش منهم الغرامة لأن أمها قالت لها إن مفيش داعي تاخدها، لكنها كانت حاسة بالذنب علشان خسر السكان من المعبد، وده معناها إنها مش بتعمل شغلها كويس. ووقتها كيكي تقول لها إنها مش هتستلم تدريب النهاردة وسابتها بمهمة تعرف السبب. ويوزوكي راحت تنام وافتكرت إنها من وهي صغيرة بتحلم تمسك المعبد. وبعدها راحت للمطبخ تسأل البنات لو في شغل في البيت ممكن تعمله بما انها ما عندهاش تدريب النهارده، لكن قالوا لها ان كادو خلص كل حاجه، وكمان هو وكيكي راحوا يعملوا حاجه من غير ما يقولوا ايه هي. وسوكي قالت لهم ان كادو مش بيرد على رسايلها، والبنات اتضايقوا جدا عشان معهمش رقمه. فيوزوكي خرجت عشان تدور على اي حاجه تعملها في المعبد، لكن لقت كل حاجه نظيفه ومترتبه بفضل كادو، فبدأت تدور على شغل جزئي لكن ما نجحتش. وفي الوقت ده كادو كان بيترجى كيكي تدرب يوزوكي تاني لكنها بترفض. وفجأة كادو جاله اتصال من سوكيو بتقول إن يوزوكي اختفت، فخرج يجري يدور عليها تحت المطر ودور في كل مكان لحد ما خطر في باله يدور تحت الكوبري، وفعلا لقاها قاعدة في صندوق بعد ما فشلت إنها تلاقي شغل والأفكار السلبية سيطرت عليها. وافتكرت كلام أمها لما قالت لها إنها ما تقدرش تدير المعبد وإن مهما حاولت لسه ما قدرتش تثبت العكس. وبعدين كادو اتأثر وشافها حزينة فدمعت عينه وحضنها، وهي كانت محتاجة اللحظة دي فحضنته هي كمان. ولما صحيت لقت إنه قضى الليل كله بيهتم بيها، فسألته إزاي لقاها، فيقول إن أبوه زمان قال له إن مفيش حد يقدر يعيش لوحده وإنه حاول يبعد عن الناس، ولما اترفض من المعبد حس إنه محتاج ينعزل أكتر، عشان كده كان بياخد ملجأ تحت الكوبري. وهي كانت بتحاول تعمل كده عشان تبعد عن الناس، لكنه ما كانش عايز كده، هو عايز يكون جزء من حياتها. فساعتها بدأت تعيط وتقول له إنها السبب إن عنده شغله كتير ومش بيقدر يعمل أي حاجة تانية وإنها مش بتعمل كفاية، لكنه قال لها إنه بيعمل كل حاجة للمعبد لأنه بيحب المعبد. وقتها افتكرت إن هي من وهي صغيرة كانت عايزة تمسك إدارة المعبد لأنه بتحبه، وشكرته إنه فكرها. وفجأة البنات دخلوا وبدأوا يتخانقوا معاها علشان اختفت، وقالوا لها إنهم كمان هيساعدوا في المعبد. وكيكي دخلت ويوزوكي طلبت منها تدربها تاني لأنها فهمت غلطها وإنها كانت مركزة في رأي الناس ونست هدفها الأساسي. فكيكي وافقت وقالت لما تستعيد قوتها ترجع للتدريب. وبالليل يوزوكي تقول لكادو إنها تطلب تبرعات من الزوار لأن ده اللي كان لازم تعمله من البداية، وقالت إن الكل هيساعد في حماية المعبد، وهو وافقها الرأي. وبعد أيام كيكي أخدت البنات لزيارة داعمي المعبد وطلبت التبرعات، وكادو يشتغل هو في المعبد وتقول له إنها واثقة إنه قدها. وبس كده وصلنا لنهاية الموسم الأول. معرفش بصراحة لو في موسم تاني ولا لأ، بس لو في إن شاء الله هلخصه. وبس كده، ما تنساش الاشتراك واللايك الجميل بتاعك، واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.